دي حكاية حصلت في شقة قصاد بيتنا. والله، بس أنا ما كنتش حاضر. الحكاية وصلت لي من الناس اللي كانوا هناك ولسه مرعوبة لحد النهاردة. الشقة دي زمان كان فيها فرح كبير. أهل العروسة وأهل العريس كانوا ناس أغنياء، قال يعني عايزين يعملوا فرح ما يتنسيش. جايبين أكل من اللي نفسك ما تجيبوش، محشي، جوز طيب، كوارع، حلو وحادق. وكانوا مخزنين 3 أنابيب غاز في المطبخ عشان يولعوا الأكل كله مرة واحدة. الزغاريد كانت مالية الشارع، الضحك والهزار، والدنيا كلها فرح وسعادة. بس فجأة، بوم! ال3 أنابيب فرقعوا مرة واحدة. الدنيا ولعت، الشقة اتحولت لجهنم، والنار شبت في كل حاجة. العروسة اتحرقت بفستانها الأبيض، العريس ما كملش الفرح، والمأذون ما كانش مأذون، كان عزرائيل بنفسه. وماتوا كلهم. العيلة كلها راحت في لحظة، والفرح اتحول لجنازة ما شفتش زيها في حياتي. اللي حصل بعد كده كان الأغرب. بعد الحادثة بشهور، الورثة قرروا يبيعوا الشقة. اشتراها راجل كبير في السن، راجل طيب ومتدين، عايش لوحده وبيقولك القرآن منور البيت. أول يومين عادي، بس بعد كده بدأ يسمع أصوات في نص الليل، ناس بتضحك، ناس بتبارك، كأن في فرح شغال تاني. بس مفيش حد في الشقة غيره. باب الأوضة بتاعه كان إزاز، كل شوية يشوف خيالات ناس بتتحرك ورا الباب. يقوم يفتح، يلاقي الصالة ساكتة والدنيا نايمة، نايم العوافي، بس فيه رعب متخبي في الهوا. الفستان المحروق والغنوة اللي في الحمام. الراجل تعب، قال يشرب مية ويهدى. رجع للسرير، قال يسترخي شوية. قلب جسمه على جنب، لقى حاجة على طرف السرير، فستان فرح بس متفحم، محروق، كأن لسه طالع من النار. وقبل ما يقوم سمع صوت بنت بتغني جوه الحمام، صوت ناعم حزين، بس فيه رعشة كأنها بتبكي وهي بترقص. الرجل كان هيطير من الرعب. نهاية الليلة كانت بشعة، بس لسه لما لف وشه ناحية الحيطة لقى ناس قاعدين على الكراسي وبيبصوله من غير رمشة عين. ناس جلدهم محروق، ملامحهم سايحة، وعيونهم زي الفحم الطافي. فضل يقرأ قرآن بصوت عالي لحد ما الأشكال دي بدأت تبهت وتختفي واحدة ورا التانية. أول ما النهار طلع، الراجل لما هدومه، قفل الباب وراه، وقال بصوت عالي: الشقة دي مش للبني آدمين، دي سكن للعالم التاني. ومن يومها والشقة مقفولة، كل ما حد يفكر يشتريها الناس تقول استأذن قبل ما تدخل، دول لسه بيحتفلوا بالفرح اللي ما كملش.